ايه ده يا صديقي؟ انت لسه قاعد؟ انت خدت بالك من اللي حصل؟ الدنيا ضلمت وحاجه غريبه. ايه ده؟ انا مش فاهم انا ايه اللي حصل بجد. ده انا كنت لسه بتكلم والدنيا ضلمت. لا اله الا الله. يعني بس خلاص مش مشكله، طالما انا موجود وانت موجود والدنيا نورت تاني يبقى نكمل بقى. وقفنا بقى ان احنا كان تم تعيين اسد الدين شريكو بدلا من شاور كوزير على الدوله. احب اقول لك يا صديقي ان الاوضاع في الفتره دي في مصر كان غريب حبتين. يعني مثلا الخليفه الفاطمي اللي لو انت ما تعرفش مين هو ده، فهو عباره عن الشخص المفروض يكون مسؤول عن الدوله وهو اللي بيصدر القرارات والاوامر. الغريبه في الحوار انه ده كان بس وظيفته ان هو يلقي الخطبات في المساجد بس. واحب اقول لك ان اللي كان متحكم في البلاد ساعتها هو عباره عن الوزراء اللي موجودين، وكانوا اصلا بيتحكموا في الخليفه ذات نفسه. يعني احب اقول لك ان كان اهم واحد في الوزراء دول هم وزير الدوله اللي هو يطلق عليه حاليا رئيس الوزراء. فبطبع الحال يا صديقي ان لما جه اسد الدين وزال شاور من المكان اللي هو كان فيها وهو اللي قعد مكانه واصبح هو وزير الدوله، فبالتالي اصبح هو المتحكم في البلاد. طبعا كلنا عارفين ان ابن اخوه هو صلاح الدين الايوبي، فبالتالي كان مفوض له ان هو يدير الشؤون اللي هي بتبقى تحت وصايته، يعني بالشكل اللي هو عايزه وبالشكل اللي هو شايفه صح. يعني هو واثق في قراراته وكده. فأحب أقول لك إن الحوار بالشكل ده استمر لمدة شهرين لحد ما أسد الدين شريكو توفاه الله بعد شهرين على فراشه، بعد ما دخل أكتر من 150 وقعة ومعركة، كل معركة فيها كان بيتمنى إن هو ينول فيها الشهادة، ومع ذلك توفاه الله على فراشه وهو حاكم مصر الفعلي، مطبقا لمقولة احرص على الموت توهب لك الحياة. أحب أقول لك إن الكلام ده حصل عام 564 هجريا الموافق 1169 ميلاديا. وبعد الوفاة ضغط الزنكيين ضغط كبير جدا على الخليفة الفاطمي عشان يعين ابن أخوه صلاح الدين مكانه، مستشهدين طبعا بخبرته في الحرب وخبرته في إدارة الشؤون. يعني هو كده كده هو أصلا اللي كان بيدير الشؤون، فيعني صباح الفل. وبعد كل الضغط ده طبعا تم تعيين صلاح الدين كوزير للدولة مكان عمه. وللأسف بعد ما تم تعيين صلاح الدين كوزير للدولة كانت الأوضاع مش أحسن حاجة. يعني كانت في محاولات عديدة عشان يتم اختياره، وكان أغلب المحاولات دي كانت من جنود وأمراء تم تسليطهم من شخص موجود من داخل قصر العاضد لدين الله اللي هو يعني الخليفة الفاطمي. أحب أقول لك أصلا إن الخليفة الفاطمي اللي هو العاضد لدين الله واسمه الحقيقي هو عبد الله، كان أصلا مسك الحكم وهو عنده 9 سنين بس. وأحب أقول لك إن اللي عمل كده هو مش العاضد لدين الله، أنا قلت لك إن هو كان طفل ساعتها، بس هي الفكرة كلها إن اللي عمل كده الشخص اللي قام بالحوار ده عمل كده من دماغه لمجرد إن هو كان حاطط عينه على منصب وزير الدولة. وأحب أقول لك كمان إن العاضد لدين الله هو معاش فترة كبيرة أصلا، هو مات وهو عنده 20 سنة بس. أحب أقول لك يعني إنك تطمن بس، يعني هو قدروا إن هم يوصلوا للشخص ده وقدروا إن هم يخدموه، وكمان يعني ما حصلش اي تهديدات على حياه صلاح الدين لحد ما طلع بره مصر. بحب اقول لك ان عموري بعد ما عرف تولي صلاح الدين كوزير للدوله حب ان هو يغدر بيه تاني، وحب ان هو يبعت له حمله صليبيه تاني. فراح عموري عشان ينفذ الخطه اللي هو كانت في دماغه، حب ان هو يبعت لكل ملوك اوروبا، فنفضوا له كلهم ما عدا واحد بس وهو امبراطور القسطنطينيه اللي بيطلق عليه عمانويل كومنينوس. الشخص ده هو اللي ما كانش حابب اي دوشه تحصل في المنطقه، فعشان كده حب يساعده. وكانت من ضمن الاسباب الغريبه ان هم كانوا شايفين ان نجم الدين مش فاضي بسبب حوارات كده تبعه هو. ده غير ان صلاح الدين ما كانش محنك يعني كفايه للحرب. يعني حاجه غريبه والله. اضرب كف بكف يا سيد، اضرب كف بكف. انا حاسك بس تهت مني، فحبيت ان اوضح لك حاجه. هو نجم الدين ده هو عباره عن الحاكم الفعلي للدوله الزنكيه، لكن والد صلاح الدين اللي هو اصلا بيطلق عليه الافضل هو بس يا دوب كان والي على قلاع وعلى مدن. انا حبيت بس اوضح لك بس عشان احسسك انك بتتوه مني بس. يعني احب اقول لك ان المحنك ده اللي هو ما كانش عاجبهم، يعني هو استعداد يليق بيه كشخص محارب، وهم يا دوب بس اتاخروا 3 شهور عقبال ما وصلوا ساحه المعركه. صباح الفل. يعني والله سبب تاخرهم يعني مع منطقي حبتين. يعني هم اصلا اغلب الامراء الصليبيين كانوا مش حابين ان هم يجوا بسبب ان هم عارفين اللي عمله صلاح الدين، وهم دايما ما شاء الله يعني كانوا حابين ان هم ياخدوا على دماغهم دايما، فعشان كده وصلوا لساحه المعركه بعديها، يعني متاخرين في كل حاجه ما شاء الله. فصلاح الدين استغل التاخير بتاعهم ده وراح بعت لنور الدين عشان يقول انت اخرت عن دمياط ملكها الافرنج، ان سرت اليها خلفها المصريون خلفي بالشرق، خرجوا عن طاعتي وساروا في اثري، الافرنج من امامي فلا يبقى لي باقي. فراح ردد عليه نور الدين على طول وقال اني لا استحي والله ان ابتسم والمسلمون محاصرون بالافرنج. وكنوع من المساعده راح بعت نور الدين مجموعه من الجيش، يعني ناس متفرقه من جيوشه، يتجهوا ناحيه الشام والعراق عشان يهاجموا على الحملات الصليبيه اللي موجوده من هناك، عشان نوعا ما يخفف الضغط الواقع على مصر، يعني عشان هم
الصليبيين هيركزوا في ايه ولا ايه يعني بمعنى صح. ساعتها كان اسطول الصليبيين بيهاجم على دمياط والقلاع اللي كانت موجوده هناك، لكن الحمد لله اهل دمياط قدروا ان هم يتصدوا ليهم. طبعا ربنا ايدهم بنصره، وساعتها انزل امطار غزيره جدا حولت المعسكرات بتاعتهم الى فوضى عارمه، وده اللي خلاهم مش قادرين ان هم يقعدوا في المكان بتاعهم، وده اللي خلاهم ان هم يستعدوا تاني عشان يرجعوا لبلادهم. وبالفعل بعد 50 يوم من الحصار على مدينه دمياط قرروا ان هم يرجعوا بسفنهم تاني، بسبب زي ما قلت لك الامطار الغزيره اللي كانت موجوده، بسبب حدوث فيضانات كبيره، مش فيضان يعتبر بس هي حركه ميه شديده، فده اللي ادى الى ان اغلب سفنهم تغرق. وبعد ما الصليبيين مشوا من مصر، صلاح الدين فضل وراهم بيجري كنوع يعني من التشتيت شويه عشان يخلي الزنكيين يثبتوا رجليهم جوه مصر والخلافه الفاطميه تبدا ان هي تنتهي. معلوماتك بس، فالفاطميين كانوا متابعين مذهب الشيعي الاسماعيلي، وده نفس المذهب اللي كان ماشي بيه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين لو تفتكر. ساعتها نور الدين امر صلاح الدين ان هو يوقف تماما الدعوه للخلافه الفاطميه في المساجد في مصر، وان هو يبدا في ان هو يدعي للخلافه العباسيه. لكن صلاح الدين نوعا ما كان خايف من حركه الشيعيين في مصر ان هم يعملوا اضطراب او انقلاب او حاجه زي كده، لحد ما بالفعل جه شيخ سني كان موجود في بلاد الشام، جه لمصر ودخل الازهر وابتدى ان هو يدعي للخليفه العباسي، ودي كانت اول مره حد يدعي للخليفه العباسي في مصر، ومن هنا الناس ابتدت ان هي تمشي وراه. سنه 1171 ميلاديا بالتحديد يوم 13 سبتمبر توفي العاضد لدين الله الخليفه الفاطمي، ويعتبر اخر الخلفاء الفاطميين. ساعتها أصبح صلاح الدين هو الحاكم الفعلي للبلاد. صلاح الدين بعديها حاول بقدر الإمكان إن هو يخفي جميع معالم الشيعة في مصر. كانت أول تغييراته إن هو حاول إن هو يوقف الأذان أو الجملة بالتحديد اللي بيتقال فيها حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر. من ضمن الحاجات برضو اللي حاول وسعى عليها إن هو عمل مدرستين كبار عشان يثبت فيها أهل السنة في مصر، لحد ما جه في مرة وحصل خلاف كبير ما بينه وما بين نور الدين. ومن ضمن الحاجات اللي سببت الخلاف وكبرته قوي ان هو نوعا ما كانوا متفقين ان هم يحاصروا مع بعض قلعتين الكرك والشوبك اللي موجودين في مدينة الأردن، لكن في نص الطريق صلاح الدين ساب نور الدين ورجع تاني لمصر كنوع من الخوف لحسن ده يسبب له ان هو يتعزل يعني من مصر. فبسبب الحركة دي نونوت في دماغه ان هو هيروح يهجم على مصر. صلاح الدين ساعتها كان نوعا ما محتار، هل يا ترى يهجم عليه كمان ولا يعمل ايه؟ فراح ابوه وخاله قالوا له اوعى تعمل كده، وابعت له بس رسالة اعتذار على ان انت عملته. لكن للاسف الرسالة دي ما اجدتش اي نفع، واصر كمان وكمان ان هو يهاجم على مصر. فلو نويت بقى في دماغ نور الدين ان هو يطلب ال 200 الف دينار اللي اداهم لاسد الدين شريكوه، عشان كده كان عايز يساعده كده في الاول اول ما مسك حكمه في مصر، فطلبهم من صلاح الدين. فيعني صلاح الدين بص له كده وقال له والله يعني العين مش عارف ايه والايد مش عارف ايه، فراح قال له والله اللي معايا هدي لك 60 الف دينار، وكمان شويه صناديق محمله بشويه بضائع كده ثمينه وحلوه، بالاضافه طبعا لايه لفيل ولخيل عربي اصيل. وهو بقى في طريقه وهو رايح لنور الدين عشان يديله الفلوس والحاجات دي، كان حب ان هو يعدي على الصليبيين بس يمسي عليهم، وبعد كده دخل في شويه واقعات ما بينهم ما بين الصليبيين. فنوعا ما بمرور الوقت حصلت ان والده اتصاب في احد المعارك، الاصابه دي اودت بحياته فيما بعد. وكان للاسف الكلام ده يوم 27 من ذي الحجه عام 568 هجري. وبعد مرور عام كامل من وفاة نجم الدين والد صلاح الدين، حب نور الدين ان هو يكمل اللي كان بيعمله وان هو يشيل صلاح الدين من منصبه. لكن في 11 شوال في نفس السنة عام 569 هجريا جات له بيكتورس انجينا. واللي ما يعرفش بس هي البيكتورس انجينا هي الجلطة، بس يعني انا حبيت بس استفيد من من الحاجات اللي باخدها في الكلية بس. وبعد وفاة نور الدين أصبح صلاح الدين هو المالك أو الولي الوحيد لمصر، وساعتها أقسم قسمه إن هو هيكون سيف الله المسلول لأي عدو ليه أو للإسلام. فكانت من ضمن مخططاته ان هو ما يفضلش في مصر بس، بل كان حابب ان هو يضم بعض من دول الشام اللي موجوده جنب مصر، فبدأ بدمشق، بعد كده ابتدى ان هو يتوغل حبه حبه داخل الشام. ونوعا ما كانش في حاجة بتهدد حكم صلاح الدين بتاتا سوى مجموعة قبلية واحدة بس، وهم الحشاشين اللي كانوا موجودين في سوريا. فحب صلاح الدين ان هو يتوجه مباشرة للمكان اللي متواجد بيه الحشاشين عشان يقضي عليهم، لكن للأسف وبعد عدة مناورات وواقعات حصلت ما بينهم فشل صلاح الدين ان هو يتغلب على الحشاشين. وفي أحد الليالي كان صلاح الدين نايم في خيمته المجاورة للجبل المجاور للمكان اللي موجود فيه الحشاشين. بعد ما صحي من النوم
اكتشف ان الحشاشين او رئيسهم بالتحديد اللي في سوريا دخل لداخل الخيمه بتاعته، وبل بالعكس قدر ان هو يسيب له خنجر مسموم، الخنجر ده متعلق فيه رساله. كان طلبه بسيط جدا ان هو يسيب الحشاشين في حالهم ويبعد عنهم، والا بكده هيقدر ان هو يتخلص من صلاح الدين. هنا نوعا ما صلاح الدين خاف وعرف ساعتها انه مش هيقدر يتخلص تماما من الحشاشين، فعشان كده حب ان هو يمضي معاهم هدنه او يعقد يعني معاهم صلح، بحيث ان هو يضمن ان هم مش هينضموا للصليبيين تماما. والجبال اللي انا قلت لك عليها ان هو كان معسكر جنبيها كان بيطلق عليها جبال الناصريه، فهو انسحب منها خلاص بعد ما ايقن ان الحشاشين ما لهمش اي تهديد عليهم، وراح بعت جنوده كمان لبيوتهم عشان يقدروا ان هم يستريحوا عشان المعارك اللي هيدخلها بعد كده. ففي الفترة اللي طلع منها من مصر ورجع تاني لمصر كان قعد بره مصر قرابة السنتين، وفي الفترة دي هو كان حابب بس ان هو يعمل اصلاحات في مصر ويزود ويجمل منها اكتر. من ضمن الحاجات اللي سعى صلاح الدين عليها ان هو يبتدي في تحصين القاهرة عن طريق ترميم الاسوار اللي تم تدميرها قبل كده، ده غير ان هو بدأ في ان هو يعمل القلعة او قلعة القاهرة بمعنى اصح او قلعة صلاح الدين. ومن برضه الحاجات اللي اهتم بيها اهتم بان هو يعمل مؤسسات، المؤسسات دي غرضها ان هي تخفف الاحمال او الاعباء عن الناس، يعني المقصود بكده الاعباء الماديه. لدرجه ان ابن المقفع قال لك ان الملك صلاح الدين عامل رعيته في مصر بخير يعجز الوصف عن وصفه، وارسل عدل واحسن الى المصريين، وازال مظالم كثيره عن الناس، وامر بابطال الملاهي في مصر، وابطل كل منكر شرير، واقام حدود الشريعه، وكان يجلس للحكم بين الناس ينصف المظلوم من الظالم، ويكون في مجلسه مجموعة من الفقهاء ومشاهير الدولة للنظر في القضايا بين الناس، للعمل بما توجبه أحكام الشريعة والحق والعدل. وفي جمادى الأخرى أغار الصليبيون على دمشق، وبكده اعتبر صلاح الدين إن الهدنة اللي كانت ما بينهم انقضت، عشان كده اتحرك تجاههم بجيش يقدر ب 26 ألف جندي، ولكن نوعا ما للأسف فقد عدد كبير من الجنود، وده اللي خلاه إن هو يرجع مصر تاني. ما تفكرش كتير يعني، لأن في السنة دي نوعا ما صلاح الدين ما دخلش معارك كتيرة أو وقعات كتيرة ما بينه وما بين الصليبيين، لأن نوعا ما بس هو يا دوب كان بيدخل ويغير على القلاع اللي موجود فيها الصليبيين، يعني اللي احتلوها بمعنى أصح الصليبيين، ويطردهم منها. ونوعا ما حتى الوقعات أو المواجهات المباشرة اللي كانت ما بين صلاح الدين والصليبيين نوعا ما كانتش خالص في صف الصليبيين، لأنهم كانوا بياخدوا على عينهم دايما يعني. واستمر الوضع ده ما بين الصليبيين وصلاح الدين لحد ما في عام 1180 ميلاديا الموافق 575 هجريا تقدم بلدوين الرابع لصلاح الدين لطلب معاهده. صلاح الدين يعني ما كدبش خبر ووافق ان يتم عقد الصلح او المعاهده دي. وطبعا يعني بلدوين ما حبش انه يعمل كده بس لسواد عيون صلاح الدين، هو بس حب يعمل كده بسبب ان نوعا ما الجيشين ابتدى يتم فقد عدد كبير منهم، سواء الجيش الصليبي او جيش صلاح الدين. ده غير طبعا ان المجاعات ابتدت تنتشر بسبب ان الاراضي الزراعيه ساعتها ما طلعتش محاصيل كفايه. ويعني احب اقول لك بس يعني ان هو صلاح الدين في الفتره دي استمر ان هو فتوحاته وضمه لبلاد تانية زي سوريا والحجاز. ولو ما تعرفش فين الحجاز دي، فهي عباره عن منطقه بتتواجد في غرب شبه الجزيره العربيه، بتضم مكه والمدينه وتبوك والطائف وبعض المدن الاخرى، دول اهمهم بمعنى اصح. ده غير طبعا ان هو ضم العراق. هروح انا بقى اشوف لي حاجه اعملها وارجع دي، بس انا مش عارف اعمل بيها ايه بصراحه يعني. ونوعا ما كده يا صديقي ما كانش فاضل لصلاح الدين غير ان هو بس يفتح بيت المقدس ويحررها. وعام 579 هجريا أغار أرناط آل شاتيون، وده صاحب قلعة الكرك، وتقريبا كان متزوج من أخت بلدوين الرابع سيبيليا، بس ما كملوش مع بعض وافترقوا عن بعض بسرعة. أغار على أحد القوافل التجارية اللي كانت محملة بالأموال والبضائع اللي كانت تبع صلاح الدين، فلما طلب صلاح الدين إن هو يرجع له الأموال دي رفض رفض تام، وبكده اعتبر صلاح الدين ان الهدنه اللي موجوده ما بينه وما بين بلدوين تم نقضها. ساعتها جهز جيشه عشان يهجم على ارناط. ولو ما تعرفش في الفترة دي المغول كانت موجودة، وطبعا انت عارف المغول كانوا عملوا ايه في الدول كلها بتاعت العالم، لكن جم المماليك بقيادة سيف الدين قطز وقدروا ان هم يتغلبوا على المغول، ودي كانت اول هزيمة يخسر فيها المغول. الكلام ده تم طبعا بمساعدة صلاح الدين وجيشه. ولو ما تعرفش يعني فالمعركة دي أقيمت في عين جالوت، وكده يعتبر مفضيش لصلاح الدين غير ان هو يحرر القدس. يا لا اله الا الله، يا الدنيا بتضلم تاني ليه؟ في ايه بالظبط؟